السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على DNA Translation Part 2. هنتكلم على Translation Phases. عملية الترانسليشن عندنا بتحصل عن طريق 3 phases. أول فيز عندنا اسمه Initiation، تاني فيز اسمه Elongation، تالت فيز عندنا اسمه Termination. طب أول حاجة عندنا الانيشيشن. الانيشيشن في عملية الترانسليشن مختلف في البروكاريوتس عن الايوكاريوتس. هنبتدي أول حاجة عندنا بالبروكاريوتس. اللي بيحصل ده عندنا الماسنجر RNA. الماسنجر RNA عندنا ده ال 5 برايم وده ال 3 برايم، ده الماسنجر RNA بتاع البروكاريوتس. طيب اول حاجه عندنا ده الستارت كودون. الستارت كودون اسمه ايه؟ اسمه AUG. AUG. طب ده بيدينا امينو اسيد اسمه ايه؟ الامينو اسيد ال AUG في البروكاريوتس مختلف عن الايوكاريوتس. في البروكاريوتس بيدينا امينو اسيد اسمه N formal methionine. ده بالنسبه للستارت كودون. يبقى اول حاجه عندنا في البروكاريوتس الماسنجر RNA بتاعها الستارت كودون بنسميه ايه؟ بنسميه اسمه AUG. طب ده بيدينا امينو اسيد اسمه ايه؟ اسمه N formal methionine. ده مختلف عن اللي موجود في الايوكاريوتس. طيب بيفور الستارت كودون بتاع البروكاريوتس بحوالي 8 نيوكليوتايد عندنا سيكونس اسمها شاين دالجارنو سيكونس. ده كده بالنسبه للماسنجر RNA بتاع البروكاريوتس. يبقى تاني حاجه عندنا قبل الستارت كودون بحوالي 8 نيوكليوتايد عندنا سيكونس بنسميها شاين دالجارنو سيكونس. شاين دالجارنو سيكونس. طب دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن سيكونس بتبقى ريتش ان بيورينز، بتبقى غنيه في الادينين والجوانين. دي عباره عن سيكونس بتبقى ريتش ان بيورين نيوكليوتايدز اللي هي الادينين والجوانين. تمام؟ ده كده بالنسبه للماسنجر RNA بتاع البروكاريوتس. يبقى الماسنجر RNA عندنا بيتكون من ايه؟ اول حاجه عندنا الستارت كودون، دول بقى النيوكليوتايد عندنا، دول ال 3 نيوكليوتايد اللي احنا قلنا في المحاضره اللي فاتت اللي هم 3 نيوكليوتايد بيدينا امينو اسيد. بنديهم اسم اللي هو الكودون. كل كودون هيدينا امينو اسيد. احنا دلوقتي عايزين نبدا الانيشيشن. الانيشيشن بيحصل ازاي؟ اول حاجه عندنا الاستراكشر بتاع الماسنجر RNA. عندنا الستارت كودون AUG بيدينا امينو اسيد اسمه ايه؟ اسمه N formal methionine. طيب قبل الستارت كودون بحوالي 8 نيوكليوتايد عندنا سيكونس معينه بنسميها شاين دالجارنو سيكونس. دي بتبقى عباره عن ايه؟ دي بتبقى عباره عن سيكونس ريتش ان بيورينز، ريتش ان ادينين اند جوانين. طيب ايه بقى اللي بيحصل عندنا؟ احنا دلوقتي هنشرح عمليه الانيشيشن ستيب باي ستيب، لازم نفهم كل واحده ولازم نفهم الترتيب بتاعهم. طيب اول حاجه بتحصل ايه؟ اول حاجه عندنا بالنسبه للرايبوزوم. الرايبوزوم عندنا مختلف في البرو عن الايو، طبعا عارفين عندنا البروكاريوتس بيبقى ايه؟ بيبقى 70S رايبوسوم. اللارج رايبوسومال سب يونت بتبقى كام؟ بتبقى 50S. والسمول رايبوسومال سب يونت بتبقى كام؟ بتبقى 30S. ده فين؟ ده في البروكاريوتس، بينما الايوكاريوتس مختلفه عنها. طيب فاول حاجه عندنا دلوقتي هنبدا الستيبس اوف انيشيشن. ازاي عمليه الانيشيشن بتحصل في البروكاريوتس؟ انيشيشن اوف ترانسليشن. اول حاجه عندنا 30S ribosomal RNA bind with shine Dalgarno sequence. Dalgarno sequence. يبقى أول حاجة عندنا إن السمول رايبوزومال سب يونت هتعمل إيه؟ هتروح تعمل بايند مع شاين دالجارنو سيكونس. طب إزاي هتعمل البايند ده إزاي؟ هي أصلا هتعرف الشاين دالجارنو سيكونس عن طريق إيه؟ عندنا ملحوظة مهمة إن 30S ribosomal RNA بيبقى جواها RNA بنسميه 16S. 16S رايبوزومال RNA. ال RNA ده النهايات بتاعته بتبقى كومبلمنتري للشاين دالجارنو سيكونس، فبيروح يعمل بير معاها. تمام؟ دي كده ازاي اللي بيحصل؟ ازاي بيحصل بايند بين ال 30S رايبوزومال RNA والشاين دالجارنو سيكونس؟ ده السبب بتاعنا. طيب يبقى اول حاجه عندنا، اول ستيب عندنا في الانيشيشن ان السمول رايبوزومال سب يونت اللي هي 30S هتعمل بايند مع الشاين دالجارنو سيكونس. طب بعد كده اللي هيحصل؟ السمول رايبوزومال سب يونت هتعمل سكاننج لغايه ما توصل هنا، لغايه ما تبقى مكان هنا عند الستارت كودون اللي هو الاي يو جي. ده كده اول خطوه عندنا. يبقى أنا اول ستيب عندنا السمول رايبوزومال سب يونت عملت بايند مع الشاين دالجارنو سيكونس. طيب تاني حاجه عندنا، تاني حاجه انا بستخدم بعض الانيشيشن فاكتور. انا عشان اعمل عمليه الترانسليشن بحتاج 3 حاجات. انيشيشن اوف ترانسليشن بحتاج 3 حاجات. اول حاجه بحتاج الرايبوزوم. تاني حاجه بحتاج التي RNA، هسميه ايه؟ تي RNA بتاع الانيشيشن بسميه انيشيتور تي RNA. تالت حاجه عندي بحتاج بعض الفاكتورز بسميها انيشيشن فاكتورز. طيب في البروكاريوتس عندنا كام فاكتور؟ عندنا 3 فاكتورز، 3 انيشيشن فاكتور. تمام؟ طيب تاني ستيب اللي هيحصل،
تاني ستيب عندنا في انيشيشن فاكتور اسمه انيشيشن فاكتور 3. طب ده ايه وظيفته؟ ده بيعمل بريفنت لللارج ريبوزومال سب يونت بايندنج بدري. ازاي؟ احنا دلوقتي عندنا السمول ريبوزومال سب يونت راحت عملت بايند مع الشايندر جرانو سيكونس، بعد كده عملت سكاننج لغايه ما وصلت للستارت كودون، ده السمول ريبوزومال سب يونت. ممكن هنا اللارج ريبوزومال سب يونت تروح تعمل بايند على طول. طب ايه اللي بيمنع اللارج ريبوزومال سب يونت ان يعمل بايند؟ اللي بيمنعه هنا ان يعمل بايند بدري. احنا مش عايزين نعمل بايند بدري، لسه لما التي ار ان يخش حتى اللي هو يجي اللارج ريبوزومال سب يونت. طب مين اللي بيمنع اللارج ريبوزومال سب يونت ان يعمل بايند بدري؟ انيشيشن فاكتور اسمه انيشيشن فاكتور 3. ده بيعمل ايه؟ بيعمل بريفنت لللارج ريبوزومال سب يونت انها تعمل بايند بدري مع السمول ريبوزومال سب يونت. تمام؟ ده كده تاني خطوه عندنا. طيب تالت ستيب عندنا انيشيشن فاكتور 2. ده بيعمل ايه؟ ده وظيفته بيعمل برينج للانيشيتور تي ار ان بتاعي. انيشيتور تي ار ان اي. طيب انا الانيشيتور تي ار ان بتاعي اللي هو ده بيبقى تشارجد بايه؟ اتشارجد بامينو اسيد بنسميه ايه؟ انفورمال ميثاينين. يبقى عندنا تالت حاجه عندنا انيشيشن فاكتور 2 هيعمل ايه؟ هيجيب لنا انيشيتور تي ار ان اي اتشارجد بايه؟ اتشارجد بامينو اسيد بنسميه انفورمال ميثاينين. طيب هيدخل الانيشيتور تي ار ان اي في انهي سايت؟ احنا قلنا في المحاضره اللي فاتت قلنا ان الريبوزوم عندنا 3 سايت، ده اللارج ريبوزومال سب يونت وده السمول ريبوزومال سب يونت. احنا دلوقتي ده لسه ما عملش بايند، بس احنا بنشرح حاجه مهمه. عندنا اللارج ريبوزومال سب يونت بنقسمها ل 3 سايتس، A سايت، B سايت، E سايت. هيدخل الانيشيتور تي ار ان اي في البي سايت. تمام؟ دي كده ايه؟ دي ثالث خطوه عندنا. يبقى ثالث خطوه عندنا انيشيشن فاكتور 2. ده هيعمل ايه؟ ده هيعمل برينج للانيشيتور تي ار ان اي. الانيشيتور تي ار ان اي ده تشارجد بامينو اسيد اسمه انفورمال ميثاينين، هيدخله في البي سايت وليس الاي سايت. الانيشيتور تي ار ان اي بيخش في البي سايت. ليه؟ هنشرحها شويه كده. طيب ده كده بالنسبه لثالث حاجه. طيب رابع حاجه عندنا، طيب قبل ما نخش على رابع حاجه، العمليه دي بتحصل بنحتاج ايه؟ بنحتاج حاجه اسمها جي تي بي. يوزنج الجي تي بي. طب الجي تي بي دي عباره عن ايه؟ دي عشان تدينا انرجي. الجي تي بي بيحصل لها هيدروليسيس لجي دي بي بلس اي اورجانيك فوسفيت. ده ليه؟ ده عشان انرجي، عشان العمليه دي بتحتاج طاقه. تمام. طيب بعد كده رابع حاجه عندنا انيشيشن فاكتور 1. ده الوظيفه بتاعته انه يتاكد، ده بيتاكد ان الانيشيتور تي ار ان اي دخل في البي سايت وليس الاي سايت. ده وظيفته. الوظيفه بتاعته يمنع اي امينو اسيد اثناء عمليه الانيشيشن يخش في الاي سايت. احنا مش عايزين اثناء عمليه الانيشيشن اي امينو اسيد يخش في الاي سايت، لازم اول واحد اللي هو الانيشيتور تي ار ان اي يخش في البي سايت. ده وظيفه ايه؟ ده وظيفه الانيشيشن فاكتور 1. بيعمل ايه؟ كل وظيفته انه يمنع اي امينو اسيد اثناء عمليه الانيشيشن يخش في الاي سايت. طب اخر خطوه عندنا بيجي اللارج ريبوزومال سب يونت بتعمل بايند مع ايه؟ مع السمول ريبوزومال سب يونت. اول ما اللارج ريبوزومال سب يونت اللي هي 50 اس تعمل بايند مع ال 30 اس ريبوزومال سب يونت، ايه اللي بيحصل عندنا ريليز للاول انيشيشن فاكتورز. تمام؟ ده كده بالنسبه لعمليه الانيشيشن. تاني يبقى احنا عندنا دلوقتي هنتكلم عن الانيشيشن في البروكاريوتس. عايزين بقى نمثل العمليه بالظبط. احنا دلوقتي حكينا الستيب وفهمنا كل حاجه بتعمل ايه، عاوزين بقى نشرحها بالتفصيل. اول حاجه عندي ده الماسنجر ار ان اي. طيب عندي ده الستارت كودون. قبل الستارت كودون بتاع البروكاريوتس بيبقى في سيكونس اسمها الشايندر جرانو سيكونس، بتبقى بيفور الستارت كودون بحوالي 8 نيوكليوتايد. السيكونس دي بتبقى ريتشين ايه؟ ادينين اند جوانين. انا بشرح كل ده على الحته دي. طب ايه اللي بيحصل عندنا؟ اول ستيب عندنا بيجي السمول ريبوزومال سب يونت، هيروح يعمل بايند مع ايه؟ هيروح يعمل بايند مع الشايندر جرانو سيكونس. بعد كده هيعمل سكاننج لغايه ما نوصل عندنا الى الستارت كودون. فيبقى ده الشكل بتاعنا عندنا اهو السمول ريبوزومال سب يونت بتاعنا. طب ده كده اول ستيب عندنا. طب تاني ستيب عندنا الانيشيشن فاكتور 3. ده بيعمل ايه؟ ده بيمنع ان اللارج ريبوزومال سب يونت تيجي ترتبط بدري. لا احنا مش عايزينك ترتبطي بدري، لسه الموضوع بدري عليكي. تمام؟ لغايه لما يجي تي ار ان اي حتى اللي انت تيجي. طيب ده كده اللي بيحصل عندنا. نعمل دي بس فوق. هنا بيحصل ريليز للاول انيشيشن فاكتور. اول خطوه عندنا اول ستيب ده عندنا الماسنجر ار ان اي، ده عندنا الستارت كودون.
بيفور الستارت كودون بحوالي 8 نيوكليوتيد عندنا الشاين دالجرن سيكونس. الشاين دالجرن سيكونس هتروح ترتبط بيها السمول ريبوزومال سب يونت اللي هي 30 اس. بعد كده هتعمل سكاننج على الماسنجر ار ان اي لغايه ما توصل للستارت كودون بتاعي. طيب بعد كده اللي يحصل عندنا انيشيشن فاكتور 3. ده بيعمل ايه؟ ده بيمنع ان اللارج ريبوزومال سب يونت تيجي ترتبط بدري. لا مش عايزينك ترتبطي بدري، لسه انت بدري عليكي. تمام؟ ده وظيفه ايه؟ انيشيشن فاكتور 3. طب بعد كده اللي بيحصل عندنا انيشيشن فاكتور 2. ده وظيفته ايه؟ ده بيجيب لنا الانيشيتور تي ار ان اي، او ده عندنا الانيشيتور تي ار ان اي بتاعنا. بيبقى تشارجد بايه؟ بيتشارجد بامينو اسيد اسمه ان فورمال ميثاينين. تمام؟ طيب بيدخلوا فين؟ بيدخلوا في البي سايت. ان ذا بي سايت. ده ايه؟ ده الانيشيتور تي ار ان اي. طب يجي عندنا الانيشيشن فاكتور 1. ده وظيفته انه يتاكد ان الانيشيتور تي ار ان اي دخل في البي سايت. طب هو بيعمل ايه؟ الوظيفه بتاعت الانيشيشن فاكتور 1 وظيفته يمنع دخول اي امينو اسيد للاي سايت اثناء عمليه الايه؟ الانيشيشن. طب اخر خطوه عندنا ال 50 اس ريبوزومال سب يونت اللي هي اللارج ريبوزومال سب يونت بتيجي تعمل ايه؟ بايند مع السمول ريبوزومال سب يونت. يبقى ده الشكل بتاعها اهو. طيب اللارج ريبوزومال سب يونت ده اهو، ده كده الريبوزوم بتاعها. اللارج ريبوزومال سب يونت عندنا 3 سايت، ده الاي سايت، وده البي سايت اللي فيه الانيشيتور تي ار ان اي بتاعنا، وده عندنا الاي سايت اللي هو الاكسيت سايت. ده كده عمليه الانيشيشن حصل عندنا ان بقى عندنا انيشيتور تي ار ان اي موجود في البي سايت بتاعنا. تمام. ده كده بالنسبه للانيشيشن ان ذا بروكاريوتس. طب ايه اللي بيحصل؟ نحكيها تاني. اول حاجه عندي ده الماسنجر ار ان اي. عندنا الستارت كودون. قبل الستارت كودون في حاجه اسمها الشاين دالجرن سيكونس. طب ايه اللي بيحصل بالترتيب؟ اول حاجه السمول ريبوزومال سب يونت بتروح تعمل بايند مع الشاين دالجرن سيكونس. طيب بعد كده بيجي ايه؟ بعد كده بيجي دور بعض الانيشيشن فاكتورز. انيشيشن فاكتور 3 ده هيعمل ايه؟ ده بيمنع ان اللارج ريبوزومال سب يونت تروح ترتبط بدري. طيب بعد كده انيشيشن فاكتور 2 بيعمل ايه؟ ده بيجيب لي الانيشيتور تي ار ان اي. بيبقى شايل ايه؟ بيبقى شايل امينو اسيد بنسميه ان فورمال ميثاينين، اتشارجد بالان فورمال ميثاينين. بيجيبوا ويدخلوا في انهي سايت؟ اسمه البي سايت اللي هو السايت بيبتيدايل سايت. طيب بعد كده عندنا انيشيشن فاكتور 1. ده وظيفته يمنع دخول اي امينو اسيد في الاي سايت اثناء عمليه الانيشيشن. طيب اخر حاجه عندنا اللارج ريبوزومال سب يونت بتيجي وترتبط مع ايه؟ مع السمول ريبوزومال سب يونت. ده الشكل النهائي عندنا اهو. ده اللارج ريبوزومال سب يونت، وده السمول ريبوزومال سب يونت، وده الماسنجر ار ان اي. ده الستارت كودون اللي هو الاي يو جي، وده عندنا الانتي كودون اللي هو يو اي سي. شايل ايه؟ شايل امينو اسيد اسمه ان فورمال ميثاينين ان ذا ايه؟ ان ذا بي سايت. ده كان بالنسبه للانيشيشن ان ذا بروكاريوتس. طيب دلوقتي هنتكلم على عمليه الانيشيشن اوف ترانسليشن ان ايوكاريوتس. مختلفه شويه بس الكونسبت هو. طيب اللي بيحصل عندنا، انا عندي ده الماسنجر ار ان اي بتاع الايوكاريوتس، طبعا عارفين ليه؟ من الكابنج والبولي ايتيل ات 3 برايم. طب ايه اللي بيحصل؟ انا عندي ده بنسميه الستارت كودون. ده الستارت كودون بتاع الايوكاريوتس، اي يو جي، اسمه الاي يو جي. طب بيديني امينو اسيد اسمه ايه؟ الامينو اسيد بتاع الايوكاريوتس بنسميه ميثاينين، مختلف عن البروكاريوتس. في البرو قلنا اللي اسمه ايه؟ ان فورمال ميثاينين، في الايو ميثاينين. يبقى الستارت كود بتاع الايوكاريوتس اللي هو الاي يو جي ده بيدينا امينو اسيد اسمه ايه؟ اسمه ميثاينين. طيب ده كده بالنسبه للماسنجر ار ان اي. يبقى احنا عندنا الكابنج، وعندنا الستارت كودون، وعندنا البولي ايتيل. ده الماسنجر ار ان اي بتاع ايه؟ بتاع الايوكاريوتس. طب ازاي بقى هنعمل عمليه الانيشيشن؟ اول حاجه عندنا في عمليه الانيشيشن انا قلتها في محاضره الامبورتنس اوف كابنج، قلناها في محاضره البوست ترانسكريبشن موديفيكيشنز. اول ستيب عندنا ايه اللي بيحصل؟ عندنا انيشيشن فاكتور بنسميه ايوكاريوتيك انيشيشن فاكتور 4. ده بيبقى معاه السمول ريبوزومال سب يونت. طبعا احنا قلنا ان في البروكاريوتس الريبوزوم بيبقى 70 اس، طب الايو بيبقى 80 اس. فبيبقى عندنا اللارج ريبوزومال سب يونت بتبقى 60 اس، والسمول ريبوزومال سب يونت بتبقى 40 اس. تمام؟ ده الاختلافات بين الاثنين قلناها. فاول حاجه عندنا، اول ستيب عندنا في عمليه الانيشيشن ايوكاريوتيك انيشيشن فاكتور 4، وبيبقى معاه السمول ريبوزومال سب يونت. بيروح يعمل بايند مع ايه؟ بيروح يعمل بايند وذ كابنج. هيعمل بايند مع الكابنج، ودي قلناها في الامبورتنس اوف كابنج. قلنا importance of capping في محاضرة البوست ترانسكريبشن موديفيكيشنز. قلنا ايه؟ قلنا اللي عندنا من ضمن الامبورتنس اللي فيه ايوكاريوتيك انيشيشن فاكتور 4. ده بيعرف الماسنجر ار ان اي اثناء الانيشيشن اوف ترانسليشن عن طريق ايه؟ عن طريق الكابنج. الايوكاريوتيك انيشيشن 4 بيروح يعمل بايند مع الكابنج.
يبقى اول حاجه عندنا في عمليه الانيشيشن ان عندنا ايوكاريوتيك انيشيشن فاكتور 4 مع السمول رايبوزومال سب يونت هيعملوا بايند مع ايه؟ مع الكابنج. ده كده اول حاجه عندنا. طيب تاني حاجه عندنا ايوكاريوتيك انيشيشن فاكتور 3. ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل بريفنت ان اللارج رايبوزومال سب يونت اللي هي ال 6 اس تعمل بايندنج بدري. بايندنج بدري ده ما ينفعش يحصل. تمام؟ ده وظيفه ايه؟ ايوكاريوتيك انيشيشن فاكتور 3. تمام؟ شبه البروكاريوتس من حيث الوظيفه. يبقى الايوكاريوتيك انيشيشن فاكتور 3 ده بيعمل ايه؟ ده كل اللي هو بيعمله بيمنع ان اللارج رايبوزومال سب يونت يجي يرتبط بدري. لا لسه ما ارتبطش دلوقتي. ده ايه؟ ايوكاريوتيك انيشيشن فاكتور 3. طيب ثالث ستيب عندنا ال 40 اس رايبوزومال ار ان اي اللي هو السمول رايبوزوم ار ان اي بيفضل يعمل سكاننج انتل لغايه ما يوصل لايه؟ لغايه ما يوصل للستارت كودون اللي هو ايه؟ اللي هو الاي يو جي. طب الستارت كودون في الايوكاريوتس بيبقى موجود جوه سيكونس inside the sequence called ايه؟ inside the sequence called Kozak sequence. يبقى انا عندي الستارت كودون بتاع الايوكاريوتس بيبقى موجود جوه سيكونس بنسميها كوزاك سيكونس. دي كده عندنا تالت ستيب. يبقى تالت ستيب السمول رايبوزوم سب يونت بيفضل يعمل سكاننج على الماسنجر ار ان اي لغايه لما يوصل للستارت كودون اللي هو الاي يو جي بيبقى موجود جوه سيكونس بنسميها كوزاك سيكونس. يبقى كوزاك سيكونس عباره عن ايه؟ عباره عن سيكونس بيبقى جواها الستارت كودون اوف ايه؟ اوف ايوكاريوتس. طيب رابع خطوه عندنا ايوكاريوتيك انيشيشن فاكتور 2. ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل برينج للانيشيتور تي ار ان اي. انيشيتور تي ار ان اي ده بيجيب لي الانيشيتور تي ار ان اي. وطبعا عندنا الانيشيتور تي ار ان اي ده بيبقى شايل ايه؟ بيبقى شايل عندنا الميثاينين. تمام؟ وبيدخله فين؟ بيدخله في البي سايت وليس الاي سايت. والحته دي هنشرحها شويه كده. طيب بنستخدم ايه هنا؟ بنستخدم الجي تي بي باي يوزنج جي تي بي ليه؟ فور انرجي. الجي تي بي بيحصل لها هيدروليسيس لايه؟ الجي دي بي بلس ان اورجانيك فوسفات. تمام؟ دي كده بالنسبه لستيب رقم 4. طب اخر خطوه عندنا ايوكاريوتيك انيشيشن فاكتور 5. ده وظيفته ايه؟ ده وظيفته بيساعد في الاتحاد البايندنج يعني وظيفته باختصار انه بيجيب اللارج رايبوزومال سب يونت بيربطها مع ايه؟ مع السمول رايبوزومال سب يونت. بعد ايه؟ بعد ما الانيشيتور تي ار ان اي مسك فين؟ مسك في الستارت كودون. تمام؟ ده كده بالنسبه للستبس اللي عندنا. تعالوا بقى نلخصها كلها في الحته دي. ايه اللي بيحصل عندنا؟ اول حاجه عندي ده الماسنجر ار ان بتاعي. عندي هنا البولي ايتين وعندي هنا الكابنج. طب اللي بيحصل عندي ان السمول رايبوزومال سب يونت معاها ايوكاريوتيك انيشيشن فاكتور 4 هيروح يعملوا ايه؟ هيتعرفوا على الماسنجر ار ان بتاعي عن طريق ايه؟ عن طريق الكابنج. هيروحوا يعملوا بايندنج مع الكابنج. تمام؟ ده ايه؟ ده عندنا السمول رايبوزومال سب يونت اللي هي ال 40 اس. طيب بعد ما عملوا بايندنج مع الكابنج تاني حاجه بتحصل عندنا ايوكاريوتيك انيشيشن فاكتور 3. ده وظيفته ان اللارج رايبوزومال سب يونت ما يروحش يعمل بايند بدري. لا مش عايزين يعمل بايند دلوقتي. تمام؟ فده اللي بيمنع ايه؟ بيمنع اللارج رايبوزومال سب يونت انه يعمل بايند بدري مع السمول رايبوزومال سب يونت. طيب ثالث خطوه ال 40 اس عندنا بيفضل يعمل ايه؟ بيعمل سكاننج لغايه ما يوصل للستارت كودون اللي هو الاي يو جي. طب الستارت كودون بيبقى موجود جوه سيكونس بنسميها ايه؟ بنسميها كوزاك سيكونس. طيب ده كده بالنسبه لثالث خطوه. طب رابع خطوه عندنا ايوكاريوتيك انيشيشن فاكتور 2. ده بيعمل ايه؟ ده بيجيب لي الانيشيتور تي ار ان اي. بيجيب الانيشيتور ادي اهو عندي الانيشيتور تي ار ان اي. طيب شايل ايه؟ شايل امينو اسيد اسمه ميثاينين. طيب والامينو اسيد اللي هو الميثاينين بيخش في انو سايد؟ في البي سايت. اول تي ار ان اي ذا فيرست تي ار ان اي اللي هو الانيشيتور تي ار ان اي بيخش في البي سايت. ودي مهمه جدا وهنشرحها هنفهمها بالتفصيل في عمليه الاورينتيشن ان لازم اول تي ار ان اي بيبقى في البي سايت. طيب ده كده عندنا اللي حصل ايه؟ الايوكاريوتيك انيشيشن فاكتور 2 جاب لي الانيشيتور تي ار ان اي اللي هو تشارجد بالميثاينين دخله في البي سايت. طب اخر خطوه عندنا اهو احنا نسينا نرسم السمول رايبوزومال سب يونت اهو. اخر خطوه عندنا اللارج رايبوزومال سب يونت بيجي يعمل بايندنج. تمام؟ ده الاي سايت بتاع اللارج رايبوزومال سب يونت وده البي سايت. واخر حاجه عندنا اللي هو ايه؟ الاي سايت. ده كده عمليه ايه؟ عمليه الانيشيشن اوف ترانزيشن. يبقى الفكره عندنا اول حاجه بترتبط هو السمول رايبوزومال سب يونت
بعد كده بمساعده بعض الانيشيشن فاكتورز، ولازم نعرف وظيفه كل واحد فيهم، بيجي ايه؟ بيجي الانيشيتور تي ار ان اي اللي هو اول تي ار ان اي، بيخش فين؟ بيخش في البي سايت. اخر حاجه عندنا بيجي عليهم ايه؟ اللارج رايبوزومال سب يونت. ده كان بالنسبه لعمليه الانيشيشن والديفرنسز ان بروكاريوتس اند ايوكاريوتس. تاني فيز عندنا هو elongation. ايه اللي بيحصل عندنا في الالونجيشن؟ بعد عندنا ما خلصنا عمليه الانيشيشن ان اللارج رايبوزومال سب يونت كانت عملت بايند مع السمول رايبوزومال سب يونت، هنخش عندنا مرحله الالونجيشن. طيب ايه اللي بيحصل عندنا؟ اول حاجه عندنا ده اللي حصل في الانيشيشن، اول حاجه ان السمول رايبوزومال سب يونت ارتبطت بالماسنجر ار ان اي بتاعنا. بعد كده جه الانيشيتور تي ار ان اي دخل في البي سايت، ده كده البي سايت بتاعنا، وده الاي سايت وده الاي سايت. البي سايت اختصار لايه؟ بيبتيدايل سايت، والايه؟ الامينو اسايل سايت. فاحنا عندنا الانيشيتور تي ار ان اي دخل في البي سايت. طب اول كودون بنسميه الستارت كودون اللي هو الاي يو جي ده، والانيشيتور تي ار ان اي الانتي كودون بتاعه بيبقى ايه؟ بيبقى يو اي سي. ده شايل اتشارجد باي ايه؟ باي ميثاينين. ده كده اللي حصل عندنا في الانيشيشن. احنا دلوقتي عايزين نعمل الونجيشن. يعني ايه الونجيشن؟ الونجيشن يعني الرايبوزوم هيفضل ماشي على الماسنجر ار ان اي لغايه ما يقابل كودون تاني بعد الستارت كودون يقراه ويعمل ايه؟ يحصل فورميشن اوف بوبتايد بوند في عمليه ايه؟ في عمليه الونجيشن. طب ده بيحصل ازاي؟ اول حاجه عندي الانيشيتور تي ار ان اي. طيب بعد كده الريبوزوم بتاعنا ماشي على الماسنجر ار ان اي، يجي يقابله تاني كودون. ده اول كودون عندنا اللي هو الستارت كودون. طيب تاني كودون عندنا وليكن مثلا اي يو اي. ده الكودون ده لحمض امين اسمه ايه؟ اسمه الايسولوسين. طب احنا دلوقتي عايزين ندخل تي ار ان اي تشارجد بالايسولوسين. دي بتحصل ازاي؟ التي ار ان اي الجديد هيخش في الاي سايت، تمام؟ واول تي ار ان اي طبعا اللي هو الانيشيتور موجود في البي سايت، ده عندنا الاي سايت اللي هو الاكسيت سايت. طب مين بقى اللي هيدخل لي التي ار ان اي اللي هو اللي تشارجد باي الايسولوسين؟ عندنا هنستخدم ايوكاريوتيك الونجيشن فاكتور 1. الايوكاريوتيك الونجيشن فاكتور 1 بمساعده الجي تي بي عشان بيحتاج انرجي، هيعمل ايه؟ هيجيب لي التي ار ان اي اللي هو الايسولوسين، تمام؟ اتشارجد بالايسولوسين، هيجيب لي تي ار ان اي تشارجد بالايسولوسين، تمام؟ وهيخش عندنا فين؟ في الاي سايت. يبقى احنا كده عندنا تي ار ان اي تشارجد باي الايسولوسين دخل عندنا في الاي سايت اهو، وده عندنا الانتي كودون بتاعنا اللي هو يو اي يو، تمام؟ واللي هيحصل بعد كده؟ اللي هيحصل ان الجي تي بي دي هتتحلل، هيحصل لها هيدروليسيس الى جي دي بي بلس ان اورجانيك فوسفيت. ده اللي حصل عندنا. يبقى كل اللي حصل عندنا اللي احنا عندنا تاني كودون بعد الستارت كودون اسمه ايه؟ اسمه اي يو اي. الكودون ده بيدينا امينو اسيد اسمه الايسولوسين. فاللي هيحصل عندنا ان الايوكاريوتيك اولينجريشن فاكتور 1 هيعمل ايه؟ هيجيب لي تي ار ان اي تشارجد باي ايسولوسين، وهيخش فين؟ هيخش في الاي سايت. احنا دلوقتي بقى في اهم مرحله في الاولونجيشن، وهي ايه؟ وهي بيبتايد بوند فورميشن. ازاي بقى البيبتايد بوند هتتكون بين تو الامينو اسيدز دول؟ هتتكون ازاي؟ قبل ما نخش على فورميشن بيبتايد بوند عاوزين نفهم اول حاجه الكيميكال ستراكشر بتاع الامينو اسيد. الامينو اسيد عندنا الكيميكال ستراكشر هو ده. عندنا في النص بقى حاجه اسمها الفا كربون. الالفا كربون طالع منها 4 بوند. البوند اللي تحت مع كربوكسيل جروب، والار دي بنسميها السايد تشين، وفوق عندنا امينو جروب، وهنا عندنا هيدروجين، ذره هيدروجين. ده كده الاستراكشر بتاع الامينو اسيد. طيب ازاي بقى البيبتايد بوند بتتكون؟ ده مثلا امينو الاسيد اللي موجود في البي سايت، في البيبتيدايل سايت. هنرسم امينو اسيد تاني. ادي عندنا الالفا كاربون طالع منها 4 بوند، فوق عندنا الامين جروب NH2، وهنا عندنا الار بنسميها السايد تشين، تمام؟ وهنا عندنا هيدروجين، وهنا عندنا كربوكسيل جروب COOH. طب ازاي بقى البيبتايد بوند بتتكون؟ البيبتايد بوند بتتكون بيبقى عباره عن ايه؟ بتتكون بين الكربوكسيل جروب والNH2، فبيبقى شكلها كده CONH. دي شكل البيبتايد بوند. ولما بتتكون عن طريق تفاعل بنسميه كوندنسيشن رياكشن. ليه؟ لان التفاعل ده بيخرج ميه، تمام؟ يبقى ده كده شكل البيبتايد بوند. دي عندنا كده بنسميها البيبتايد بوند between two amino acids. طب ازاي بقى العمليه بتحصل هنا؟ كل اللي بيحصل هنا ان ده عندنا الامينو اسيد اللي هو الايسولوسين عنده N تيرمينالز. الN تيرمينالز دي جاي من فين؟ من الامينو جروب. طب وده عندنا الميثاينين عنده ايه؟ عنده C تيرمينالز اهو. دي كده C تيرمينالز والN تيرمينالز. طب ايه اللي بيحصل عندنا؟ البيبتايد بوند عندنا بتتكون عن طريق
ان الان تيرمينالز بتاعت الايسولوسين بتعمل اتاك للسي تيرمينالز بتاعت الميثاينين، وبعد ما بتعمل اتاك ليها بتعملها ترانسفيرد اونتو ات. يعني ايه الشكل عندنا بيبقى كده اهو، ده عندنا الان تيرمينالز بتروح تعمل اتاك، وبعد ما بتعمل اتاك بتجيب ده فوقيها اهو، بيبقى ده الشكل عندنا، والبيبتايد بوند بينهم هما الاثنين، ده عندنا الايسولوسين وده عندنا الميثاينين. ده كده فكره البيبتايد بوند. طيب العمليه دي بتتم بمساعده ايه؟ بمساعده انزيم موجود في اللارج ريبوزومال سب يونت، بنسميه ايه؟ بنسميه بيبتيدايل ترانسفيريز. بيبتيدايل ترانسفيريز ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن رايبوزايم موجود فين؟ موجود في اللارج ريبوزومال سب يونت. تمام؟ طب تاني، يبقى ازاي البيبتايد بوند بتتكون؟ احنا دلوقتي عندنا تو امينو اسيدز، امينو اسيد موجود في الاي سايد وامينو اسيد موجود في البي سايد. نمثلها هنا، ده الامينو اسيد اللي موجود في البي سايد وده الامينو اسيد اللي موجود في الاي سايد. اللي هيحصل عندنا ان الان تيرمينالز اللي بتاعه الامينو اسيد اللي موجود في الاي سايد هتعمل ايه؟ هتعمل اتاك للسي تيرمينالز للامينو اسيد اللي موجود في البي سايد، وايه هيحصل؟ هتجيب دي فوقيها، فهيتكون بينهم البيبتايد بوند. ده شكل البيبتايد بوند عندنا، الكيميكال بتاعها بيبقى كده، بتحصل عن طريق ايه؟ عن طريق كوندنسيشن رياكشن، بيخرج ايه؟ بيخرج عندنا H2O، بيخرج ميه. تمام؟ ده كده فكره ايه؟ البيبتايد بوند. طب تعالى نمثلها هنا، احنا عندنا اهو الامينو اسيد اللي هو الايسولوسين موجود في الاي سايد، وعندنا الامينو اسيد اللي هو الميثاينين موجود في البي سايد. ايه اللي هيحصل عندنا؟ اللي هيحصل ان الايسولوسين الان تيرمينالز بتاعت الايسولوسين هتعمل اتاك للسي تيرمينالز بتاعت ايه؟ بتاعت الميثاينين، وهتعمل ايه بعد كده؟ هتعملها ترانسفيرد اونتو ات. فاللي هيحصل ان الميثاينين هتتنقل فوق ايه؟ فوق الايسولوسين، وهيتكون بينهم ايه؟ هيتكون بينهم البيبتايد بوند. طب تعالى نمثلها هنا، ده الشكل اللي هيحصل عندنا. ادي عندنا اهو التي ار ان اي بتاعنا، هنا الايسولوسين الان تيرمينالز بتاعتها عملت اتاك للميثاينين وجابتها فوقيها، فاهو بقى عندنا الايسولوسين بتاعنا وفوقيه الميثاينين، تمام؟ بينهم بيبتايد بوند، وهنا التي ار ان اي بتاعنا بقى فاضي خلاص، عشان هنا تكون البيبتايد بوند. ده عندنا الاي سايد وده البي سايد وده الاي سايد. تمام؟ ده كده البيبتايد بوند فورميشن. يبقى فكره البيبتايد بوند ايه اللي بيحصل عندنا؟ كل اللي بيحصل ان الامينو اسيد اللي موجود في الاي سايد بيعمل ايه؟ بيعمل الان تيرمينالز بتاعته بتعمل اتاك للسي تيرمينالز للامينو اسيد اللي موجود في البي سايد، وبعد كده بتعملها ايه؟ بتعملها ترانسفيرد اونتو ات، بعد كده تنقلها فوقيها، فبيحصل بتوين ذيم البيبتايد بوند فورميشن. في سؤال بقى مهم قلناه في الانيشيشن هنجاوبه هنا، لازم اول تي ار ان اي اللي هو الانيشيتور تي ار ان اي يبقى موجود فين؟ لازم الانيشيتور تي ار ان اي يخش في البي سايد. ليه؟ عشان البيبتايد بوند تتكون. لو اول تي ار ان اي عندي دخل في الاي سايد مش هيحصل فورميشن للبيبتايد بوند. ليه؟ لان من شروط البيبتايد بوند فورميشن ان يبقى موجود عندي تي ار ان اي في البي سايد، لازم يبقى موجود عندي امينو اسيد هنا. ليه؟ عشان الامينو اسيد اللي هنا، الامينو اسيد اللي موجود في الاي سايت اللي هيعمل له ايه؟ هيعمل له اتاك وهيحطه فوقيه. تمام؟ فلازم اول تي ار ان اي يبقى موجود في البي سايت وليس الاي سايت. ده الاجابه بتاعتنا. يبقى الانيشيتور تي ار ان اي لازم يبقى موجود في البي سايت. ليه؟ عشان البيبتايد بوند فورميشن، البيبتايد بوند فورميشن بتتكون بين امينو اسيد موجود في الاي سايت والبي سايت، فلو ما فيش في البي سايت مش هيحصل بيبتايد بوند فورميشن اصلا. تمام؟ فده اجابه السؤال بتاعنا. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ عملنا بيبتايد بوند بتوين ايه؟ بتوين تو امينو اسيدز. طيب الخطوه اللي بعد كده عاوزين نعمل ايه؟ عاوزين نعمل حاجه اسمها ترانسلوكيشن. يعني ايه؟ يعني هنعمل شيفت، اللي موجود في الاي هيروح في البي، واللي موجود في البي هيروح للاي. تمام؟ فهنعمل الترانسلوكيشن عن طريق ايه؟ عن طريق ايوكاريوتيك الونجيشن فاكتور 2. ده هيعمل ايه؟ هيعمل لي ترانسلوكيشن. فاحنا هنعمل ترانسلوكيشن لده هنمثله هنا. طيب ادي عندنا اهو التي ار ان اي الفاضي اللي موجود في البي سايت هيروح فين؟ هيروح للاي سايت للاكس سايت. اهو بعد كده التي ار ان اي اللي شايل عندنا 2 امينو اسيدز اهم اللي في الاي سايد هيروح فين؟ هيروح للبي سايد. ادي عندنا ال2 امينو اسيدز مربوطين مع بعض بالتايب بوند، وده بقى هيستقبل ايه؟ هيستقبل التي ار ان اي الجديد عن طريق هيقرا الكودون الجديد. مثلا لو جلايسين فهيجيب لنا التي ار ان اي اللي هو جلايسين، وهتحصل عمليه ايه؟ برضه هنرجع برضه لنفس الخطوه اللي هنا وهنعيد البدايه من تاني. تمام؟ ده كده بالنسبه لعمليه الاولنجيشن.
يبقى فكره عمليه الالونجيشن اللي انا بعمل ايه؟ بعمل البيبتايد بوند فورميشن بين الامينو اسيدز. تمام؟ فكرتها بتتم عن طريق ان الامينو اسيد اللي موجود في الاي سايد بيعمل ايه؟ الان تيرمينس بتاعته بتعمل اتاك للسي تيرمينس، بعدين ما بتعمل لها اتاك بتعملها ترانسفيرد انتو ات. تمام؟ فكده حصل عندنا ايه؟ عندنا البيبتايد بوند فورميشن. وده عندنا كيميكالي ازاي بيحصل البيبتايد بوند فورميشن. طيب بعد كده قلنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل ترانسلوكيشن. ترانسلوكيشن ازاي بيحصل ترانسلوكيشن؟ بيحصل عن طريق ايوكاريوتيك اولينجيشن فاكتور 2، وبنستخدم جي تي بي، والجي تي بي بيحصل لها هيدروليسيس لجي دي بي بلس ان اورجانيك فوسفات عشان ايه؟ فور انرجي. طيب الترانسلوكيشن احنا بنعمل شيفت، اللي في الاي سايت بيروح للبي سايت، واللي في البي سايت بيروح للاي سايت. فعندنا الاي سايت بقى فاضي اهو عشان يستقبل التي ار ان اي الجديد، وعندنا ده البي سايت وده الاي سايت اللي هو الاكسيت سايت. ده كده بالنسبه لعمليه الاورجانيزيشن. هقعد بقى انا عندي ابني ايه؟ هبني بقى البيبتايد شين بتاعتي اهو. كل شويه عمال يخش تي ار ان اي ويجيب لي امينو اسيدز اهو، ويحصل الترانسلوكيشن. فانا عمال ابني ايه؟ البولي بيبتايد شين بتاعتي. انا دلوقتي عايز اوقف بقى عمليه الترانسليشن. بوقفها ازاي؟ بوقفها عن طريق تيرمينيشن. ايه اللي بيحصل عندي؟ ده عندي اهو، انا مثلا الشكل ده هنا تحت، ادي التي ار ان اي بتاعي شايل البولي بيبتايد شين بتاعتي اهو. انا عمال ابني البولي بيبتايد شين، عايز بقى يحصل ترانسليشن. عايز يحصل بقى تيرمينيشن اوف ترانسليشن. هتحصل ازاي؟ هتحصل عن طريق الستوب كودونز. ايه هم؟ الستوب كودونز عندنا 3: يو اي اي، يو جي اي، يو اي جي. هنا مثلا وليكن عندي الماسنجر ار ان اي شايل يو اي اي، ده ستوب كودون. يعني ايه ستوب كودون؟ ستوب كودون دو نوت كود فور امينو اسيد. طب ده ايه اللي هيحصل؟ ده بدل ما يجيب تي ار ان اي، يعني هنا بدل ما يجي لي تي ار ان اي جديد، لا، اللي هيجي لي حاجه اسمها ايه؟ هيجيب حاجه اسمها ريليز فاكتور. ريليز فاكتور. طب ايه اللي هيعمله الريليز فاكتور؟ الريليز فاكتور عندنا هيعمل 3 حاجات. اول حاجه هو بيعمل البايند مع الستوب كودون. يبقى اول حاجه هو عملها بيعمل ايه؟ بايند مع الستوب كودون. طيب تاني حاجه بيعمل لي ستوب للترانسليشن، بيوقف عمليه الترجمه. طيب تالت حاجه بيعملها عندي اللي هو بيعمل ايه؟ بيعمل كات للبولي بيبتايد، بيعمل كات للبيبتايد بوند للبولي بيبتايد عندي فين؟ في البي سايت. بيعمل لي كات للبيبتايد بتاعتي. خلاص عندنا اهو البولي بيبتايد عندنا بتطلع بره اهو، هو اللي بيعمل لها كات. هو ايه؟ هو الريليز فاكتور اللي عندي. تمام؟ ده كده انا وقفت ايه؟ وقفت عندي عمليه الترانسليشن. وده كده بالنسبه لعمليه الترانسليشن. نراجع مراجعه بسيطه. اول حاجه عندنا في الالونجيشن ايه اللي بيحصل عندنا؟ اللي بيحصل عندنا انا بعد ما خلصت الانيشيشن وعندي الانيشيتور تي ار ان اي دخل في البي سايت. تمام؟ وقلنا ليه؟ ايه اللي بيحصل عندي كده؟ عايز اعمل بقى الونجيشن. انا عندي ماسنجر ار ان اي، لا الماسنجر ار ان اي عليه اي يو اي، ده عباره عن كودون بيديني حمض اميني اسمه ايه؟ اسمه الايسولوسين. فايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل عندنا ان ادي عندي الانيشيتور تي ار ان اي، الاي سايت فاضي عشان هيستقبل التي ار ان اي الجديد. فالتي ار ان اي الجديد هيجي تشارجد بايه؟ هيجي تشارجد بحاجه اسمها ايسولوسين. ليه؟ عشان ده الانتي كودون بتاع الايسولوسين اللي موجود في الكودون بتاع الماسنجر ار ان اي. طيب بقى عندي امينو اسيد في اي سايت وبي سايت. بعد كده هيحصل عندنا فورميشن اوف بيبتايد بوند. بتتكون ازاي؟ ده الاستراكشر بتاع التو امينو اسيدز. البيبتايد بوند بتتكون بين الامينو جروب والكربوكسيليك جروب. ازاي بقى عندنا بتحصل؟ بيحصل ان التيرمينالز بتاعت الامينو اسيد اللي موجود في الاي سايت بتعمل اتاك للسي تيرمينالز بتاع الامينو اسيد اللي موجود في البي سايت، وبتعمل ترانسفيرد انتو ات. فاللي هيحصل عندنا يحصل الشكل ده، عندنا تو امينو اسيد بينهم بيبتايد بوند. طب التفاعل ده بيحصل بمساعده رايبوزايم اسمه ايه؟ اسمه بيبتيدايل ترانسفيريز. كده انا عندي ايه؟ البيبتايد بوند فورميشن. طيب الخطوه اللي بعد كده عايز اعمل ترانسلوكيشن. ترانسلوكيشن يعني اعمل شيفت، اللي في الاي هيروح في البي واللي في البي هيروح في الاي. فعملت الترانسلوكيشن عن طريق ايه؟ يوكاريوتيك الينجيشن فاكتور 2. طيب بعد كده كل اللي في الاي راح في البي، الاي بقى فاضي عشان يستقبل التي ار ان اي الجديد. انا قعدت بقى استقبل تي ار ان اي جديد بامينو اسيدز جديده، فقعدت ابني البولي بيبتايد شين بتاعتي. طيب بعد ما بنيتها عايز اوقف عمليه الترانسليشن. بوقفها ازاي؟ بوقفها عن طريق الستوب كودونز اللي هم ايه؟ ستوب كودونز اللي هم اليو اي، يو جي اي، اليو اي جي. اي واحد فيهم ده بنسميه ستوب كودون. فاول ما بلاقي عندي ستوب كودون على الماسنجر ار ان اي بتاعي، ايه اللي بيحصل؟ ده دو نوت كود فور امينو اسيد، ده مش هيجيب امينو اسيد. طيب اللي هيجي مكان التي ار ان اي الجديد هيجي مكانه حاجه اسمها ريليز فاكتور.
والريليس فاكتور ده هيعمل ايه؟ هيوقف لي عمليه الترانسليشن وهيعمل كات للبولي بيبتايد تشين ان بي سايت، في البي سايت اللي هو بيبتيدايد سايت. ده كده بالنسبه لعمليه الترانسليشن، وانتظروا ان شاء الله في الحلقه الجايه نتكلم على بوست ترانسليشن موديفيكيشنز.